مرحبا يا صبايا واهلا وسهلا فيكم. رجعت لكم في فيديو جديد، يا رب ينال اعجابكم يا رب. خلونا ببداية الفيديو نكسب الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هلا دغري على طبختنا اللي هي سمك مشوي بالفرن وسمك مقلي. تابعوا الفيديو للأخير وشوفوا طريقتي بتتبيلات السمك إن كان المقلية أو حتى بالفرن. تتبيلة كتير طيبة وشهية. هلأ ببداية الفيديو إنه أنا كنت حيطته بالفريزر، يعني قبل بيومين 3 جايبته ونظفته تنظيفة كويسة وحيطته بالفريزر، وطالعته وخليته ليحل وبلشت هيك التتبيلات فيه. هلا هون عم بنشفه إنه ما بدي يكون فيه مي نهائي، وبالأخص اللي بالفرن بدي يكون منشف على الخالص. المنديل نشفته هيك تنشيفة كويسة، وتابعوا معي وشوفوا التتبيلة بالأخص تبع اللي بالفرن. يعني وأهم شيء إنه يتنظف أو يتنشف من المي تنشيفة كتير كويسة، إن كان جوات قلبه أو حتى من براته. اي والله يا صبايا. هلا شوفوا بنوعيات السمك أنا ما بعرف في أساميهم خالص، ما بعرف بنوعياته. هلا النوعيات متعددة وكتيرة. بالنسبة لهذا النوع اللي جبته أنا، يعني نوعيته كان على أساس كتير كويس، وإنه بالأخص اللي عنده أولاد صغار ما لازم يكون فيه حسك، فعلى ذمته وضميره هو الله هيك يا رب العالمين. ما بعرف إيش واحد يحكي إنه على أساس ما فيه لا حسك ولا أو فيه حسك، بس إنه كبار حسكه يعني ما بغلب. أي والله. هلا عم بفرجيكم التتبيلة. توم. بالنسبة للسمك المشوي بالفرن، التوم ودبس فليفلة وليمون، تقريبا نص كاسة ليمون شاي، نص كاسة مو أكتر، وراس توم أو حسب في خلق بتحب أكتر، ومعلقة كبيرة من دبس الفليفلة، وكزبرة وبابريكا وفلفل أسود وملح لابد عنه، والزيت الحلو. هاي هي لتبلة بالفرن. هون كنت دقة الثوم وعصر الليمون، وفوق منها هون رح أضيف دبس الفليفلة والبهارات. دخيل عندكم يا صبايا، لا تنسوني من اشتراككم ومن تعليقاتكم الحلوة. خليلي قلبكم وعينكم يا صبايا، وتفعلوا زر الجرس على الكل حتى يصلكم كل شي جديد أنا بساوي، ووصفاتي إن شاء الله رح تعجبكم. خليلي قلب الصبايا كلياتهم. يعني وبالأخص تتبيلة هو اللي بالفرن، يعني تتبيلته كتير بسيطة. هلا في خلق متنوعة كل وحدة تشكيلتها بالتتبيلات، يعني كل وحدة إلها هيك تفننها وإلها اختصاصها، بس صدقوني هاي التتبيلة كتير هيك لذيذة وشهية وحتى بسيطة، يعني اتبعوها وكتير رح تعجبكم. خليلي قلب الصبايا كلياتهم. فهون خلطت للمكونات كلياتهم. طلع مزيج كتير، يعني عن جد طلع هيك سلس وكتير بتشهي بين خليط الثوم مع الليمون مع البهارات اللي حطيتها، مع انه قلت لكم ما كترت كتير بهارات، بس عن جد كتير طلع هيك مكوناتها كتير بسيطة يعني عن جد لذيذة. فهون خلطتها وزبطت أمورها، وجبت الجاط البلور، حطيت ورقة زبدة فيه. سبق قلت لكم إنه ما بدي يعلق، مع إنه هو بالصحن هذا الحراري ما بعلق، بالأخص إذا كنتي دهنتي زيت ودهنتي مزبطة أموره ما بعلق، بس مع ذلك لا للاحتياط حطيت ورقة زبدة على الأضمن وعلى الأحسن، ودهنتن دهنة كويسة. هلا في منن خلق بتحط بسفل الجاط
بطاطا، يعني تشكيلة منوعة مثلا اللي مثلا انتوا بترغبوه انتوا بتحبوه. في منهم بحطوا بطاطا، بشرحوا شرحات بطاطا، في منهم جزر بحطوا جزر وبطاطا، يعني بشكل تشكيلات. أنا فضلت البصل، يعني هلا سبحان الله البصل بيعطي كتير لذاذة، يعني حتى بتحسني تاكليه مع منه يعني مع السمك. هلا في خلق لا إنه بس هيك بحطوه بس من شان إنه مثلا إذا في زنخة أو في شي يعني تتسحب، وفي منهم لا بياكلوه عادي. أنا هون مشرحة بصل وحطيته بسفل الجاط، وحطيت السمك فوق منه، وبلشت أدهنن بالتتبيلة اللي أنا عاملتها. أي والله يا صبايا، خبروني انتوا إيش عم تطبخوا هالأيام. عم بتأخر عليكم بتنزيل الفيديوهات، مع إنه كتير يعني صورت كذا فيديو، بس سبحان الله يعني إنه عم بحضر لكم ياهن، بس ما عم بنزلهم بالوقت المطلوب أو بالوقت اللي بالأخص بهذا الشهر، يعني إنه لازم يوم يوم لأنه أنزل لكم. بس سبحان الله يعني هيك أحيانا شوي عم بصير عندي ضغوطات. اي والله يا صبايا، فلا تواخذوني، خليلي قلب الصبايا كلياتهم. خبرونا ايش عم تطبخوا هالايام، ايش عم تخترعوا شغلات. الله هيك يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله يا رب جه الايامات الفضيله. هلا شرحت حتى السمك شرحيه هيك، يعني حززيه تحزيز من شان حتى يدخل التبلة لقلبه، يعني انه تتشرب. هلا في خلق على زمن اولي اهالينا انه يتبلوا السمك قبل بيوم، يعني هيك انه يقولوا تتشرب، يتشرب ان كان اللحوم اجمالا كلياتها، يعني كل ما تبلتيه قبل بيوم بتشرب اللحمه او السمك او الفروج اللي هو مثلا. هلا حاليا بهذا الوقت اللي نحن فيه عادي ما عم ندقق على هالموضوع خالص خالص، دغري يعني احيانا بنفس النهار بجيبوا السمك وبتبلوه وبيطبخوه بنفس النهار، يعني ما في مشكلة. في خلق لا انه لا بتبلوه قبل بيوم، ولحد هلا محتفظين بهي القاعدة انه بتبلوا السمك قبل بيوم، او حتى الفروج يعني اللي هو اي نوع من انواع السمك. هلا هون انا لا بنفس النهار بس قبل ب4 ساعات تبلته. حاولت انه قدر الامكان اخلي اللحمة جوا، يعني مو شرحت السمك وكنت فاتحة قلبه، حاولت انه يعني انه من جوا لبرا تاخد التتبيلة اللي انا عملتها الخلطة. فهون كمان شرحت توم وحطيتهم بقلب السمك. هلا في خلق بحطوا ليمون، قلت لكم كل وحدة هي ونفسها وهي وطبخة وهي وترتيباتها، يعني كل ست بيت إلها هيك تفننها. وقلت لكم انه كل وحدة إلها مثلا تتبيلتها الخاصة إلها، يعني هي بس انه ما بعرف، جربوا تتبيلتي وان شاء الله ما رح تندموا. خليلي قلبكم وعينكم. هلا هون مثل ما قلت لكم شربتها تشريبة كتير كويسة بالنسبة للسمك اللي بالفرن، يعني خليت جواته انه يتشرب على المظبوط، وخليتها 4 ساعات تتشرب. وبعد المنة حميت الفرن على درجة 180 ومدة 20 دقيقة أكتر شوي، يعني 21 دقيقة ما أكتر، ما بياكل يعني وقت أكتر من هيك. أي والله يا صبايا. بس تابعوا الفيديو للأخير إنه ما تهنينا بهي الأكلة السمك، يعني رتبته وزبطته وركنته، بس الله يحاله ويسامحه صاحب السمك إنه هو اللي نصحنا فيه، بس ما طلع نصيحته خالص خالص، ما تهنينا بهالأكلة خالص بنوب. اي والله يا صبايا. هلا هون عم بفرجيكم النتيجة. فهون مثل ما قلت لكم خليته يتشرب ببعضه شوي، ورحت على السمك المقلي كمان قلت بدي اتبله واظبطه لوقت اللي يتشرب هاد وياخد وقته بالتتبيله. هون عم بحط الثوم بقلب السمك، قلت لكم كل وحده إلها تفننة، اي ست بيت إلها تفننة. في خلق بتحط ليمون، في خلق الثوم كتير طيب
بيعطي هيك نكهة كتير طيبة لأي أكل. التوم سبحان الله يعني إيش بقولوا راس الطبخة، يعني أي طبخة بتطبخيها ببقى التوم أو البصل راس الأكلة، يعني هي اللي بدها الطعم وهي اللي بدها تعطي نكهة الأكلة أيا كانت، إن كان بالتوم أو حتى في البصل. أي والله يا صبايا، شلون أموركن بهالرمضان؟ إن شاء الله ما عم تتضايقوا، خبرونا كتبولنا هيك تعليقات حلوة مثل حكايتكن. هلأ يعني أنا يعني بريد أحكي أو أحيانا ما بريد أحكي، يعني بالنسبة للتفاعل كتير قليل بالصبايا. أحيانا في مشاهدات اشتراك ما في خالص، بس هيك بشاهدوا الصفحة وبتغاضوا ما بعرف بقى. الله هيك يا ربي يأكرمنا إن شاء الله بهالأيامات الفضيلة ويأكرم الجميع. خلي لي الصبايا كلياتكن اللي بتشرفني بقناتي أو اللي ما بتحب تشرفني بقناتي كمان ببعت له تحية. خلي لي قلب الصبايا كلهم. هلا بالنسبة لتتبيلة السمك المقلي كمان كل ست بيت إلى تتبيلته، كل ست في خلق عم بسمعهم عم بحطوا بس ملح وبهار، ما عم بحطوا تتبيلة خالص إنه قال عم بحبوه هيك وبيقلوه عادي، يعني عادي بيقلوه. بس لا بالنسبة للسمك يعني حتى لو بهارات ما كتيرة بس بدها تتبيلة. هلا هون أنا بالتتبيلتي حطيت بهار، حطيت كزبرة، حطيت توم، بابريكا، والملح لابد عنه يعني هذا إجباري يعني، وخلطتن. دبس فليفلة يعني إذا كان متوفرة عندك، بس يعني إذا ما متوفر دبس فليفلة حطي هذا درور بقلولة يعني ناشفة، إنه فليفلة ناشفة. اي والله هلا بتشوفي السمك هيك كتير منظره حلو وشهي، بس مثل ما قلتلكم تابعوا الفيديو للأخير لأنه أحكي لكم إيش صار معي بهالأكلة. مع إنه كتير كنا أنا ولا حتى أولادي ولا زوجي مشتهينا هاي الأكلة، وقلت لكم ركنته وزبطته ويعني عطيته حقه مثل ما بقولوا بالطبخ، بس الله يحاله ويسامحه صاحب هو السمك اللي باعنا اياه. اي والله يا صبايا. هلا يمكن عم بتشوفوا انه عم بأشر. انا احيانا بحب اعطيكم الصوت اللي نفسه اللي وقت لانه عم بشتغل الشغلة. احيانا بكون اصوات اولادي ويعني ضجة للولاد، فما بحب انه يعني وقت تتابعوا الفيديو انه تنزعجوا من هدول الشغلات. اي والله يا صوايا، فهون لا بقطش الصوت الاساسي وبسجل لكم صوتي العادي. ولا أنا وقت اللي بصور فيديو كمان بعطيكم هيك يعني إنه الترتيبات اللي عم بظبطها أنا. هلا هون حميت الفرن مثل ما قلت لكم وحطيته للسمك. قلت لكم وقت قصير ما بياكل وقت كتير. بالنسبة هون ما قبل ما حطيته هون أنا كنت محمية الزيت وقالية البطاطا. هون حطيت كان عندي زيدان من تبلة السمك بزمان، وأنا منزلة فيديو قبل هالمرة قلت لكم في تبلة خاصة للسمك الناعم. كان بقيان عندي شوي، فمنشان ما يطرطش زيت فشلته ودريته وحطيته يعني فوق منه. وصرت أقلي. اي والله يا صبايا، فتابعوا الفيديو يعني شوفوا السفرة عن جد انه سفرة مثل ما بقولوا للنظر، بس ما تهنينا بأكلة السمك. طلعت يعني أكلة ما أكلناها بالأساس، يعني هالسفرة كلها على بعضها ما أكلناها ولا حطيناها بتمنا عن كلمة الله البطاطا والسلطة لا أكتر ولا أقل، لأنه طلع كله فيه هذا الحسك الناعم، يعني ما بيتاكل خالص. فما تهنينا خالص بأكلة هالسمك. يلا الله كريم إن شاء الله منجيب مرات جاية إن شاء الله وبشارككم وبقلكم إيش نتيجتن الله راد. بس بهذا السمك بهذه النوعية، مع انه قلت لكم انا ما بعرف كتير بانواعه، لا مانو طيب خالص. مو مانو طيب، انه الحسك اللي فيه هو اللي نغصنا باكلة السمك.
هلا هون عم بسوي لكم الطراطور. انا بالعاده يعني ما بسوي، لانه ما بسوي بالفرن كتير. انا اغلبه شوفوا والله بالنسبه للسمك، السيد السمك انه تقليه، يعني هاي الاكله اساسها انه تنقلى، اطيب الشيء قلي. هلا بالفرن طيب ما بقلكن لا، بس سبحان الله ما له نكهه الا بالقلي السمك، سبحان الله. فهون مو عملت بالفرن، قلت رح اسوي خلطه الطراطور. هلا خلطة الطراطور كتير بسيطة وطيبة، عبارة عن نص كاسة شاي صغيرة طحينة، مقابيلها أقل من نص كمان ليمون معصور، سنين 3 توم كبار، وملح، وبتخلطيهم مع بعضهم، وبتضيفي المية الباردة شوي شوي فوقهم حتى يعطيكي القوام اللي بدك اياه. فدا يكون وسط، لا سميك كتير ولا انه كمان خفيف، يعني انه دا يكون وسط، يعني مزيجه. شوفوا المزيج هيك دا يكون يعني طريقته. هلا هون كانت نتيجة عشان منظر للنظر، بس ما تهنينا بهالأكلة. الله يحاله ويسامحه، ولا تنسوني بدعوة حلوة، وبأمان الله صبايا، الله معكن.